تعالي عايزه اقول لكم ان انا وصلت لسن لازم اكل فيه الاكلات الحلوه دي. ايوه هاكل رجول فراخ. عايزه اقول لكم رجول الفراخ دي انقذتني في وقت انا كنت تعبانه فيه جدا. بس عايزه اقول لكم كانت وصفه ست الله يرحمها. تعالى اقول لكم على الوصفه واقول لكم ليه انا اكلتها في وقت معين. بصوا بقى، شويه زيت كده حلوين وانزلي عليهم كده بمعلقتين توم مهروس، وشوحي بقى الايه التوم ده كده، ومجهزه كده ايه رجول الفراخ، وهنزل كده زي ما انتم شايفين برجول الفراخ في قلب التوم يتشوحوا كده مع بعض. عايزه اقول لكم انقذتني، انا عامله عمليه تحويل مسار من 12 سنه، ما كنتش بقدر اكل اي حاجه. عايزه اقول لكم كل الفيتامينات اللي في جسمي خسرتها، وما كنتش بعرف اكل اي حاجه. هتقولي لي ما بتاكليش كوارع ليه؟ لو كنت كلت حته كوارع صغيره كنت لازم اتعب. عايزه اقول لكم دي كده بتزلت. بصوا بقى، عايزه اقول لكم كده التوابل بتاعتنا عباره عن كمون وكزبره وملح وفلفل اسود، وعندك عصير طماطم دي فيه وشويه ميه. يلا بينا بقى نعمل شويه رز بايه بالحبان. حبه زيت كده وشوحي فيهم الحبان وشوحي فيهم الرز، وانزلي بالميه بتاعتك وسيبي بقى الرز ده يتشرب. وتعالوا بينا بقى نشوف ايه، نشيل الحبان هيطلع فوق الوش كده ونغرف بقى طبقنا. وعايزه اقول لكم وصفه تحفه، كولاجين طبيعي يا جماعه. بصوا بقى يا حبايبي، زي ما انتم شايفين انا قلت لكم ان الكوارع العاديه بتاعتنا بتتعبني، وده كانوا بياكلوها والله على طول. عايزه اقول لكم اكله لذيذه، جربيها، ولو جربتيها اكتبي لي في التعليقات. هغرف بقى الرز بتاعنا كده برده بشكل حلو، ونروح ضايفين بقى. تعالوا بقى، شايفين انتوا الجمال، شايفين شكلها عامل ازاي؟ يلا بينا بقى نغرفهم. هغرف بقى كده شويه في طبق، واروح واخده بقى كده شويه صوص، ده حبه من الصوص ده احطهم في بوله كده، وتفضلوا بقى معايا. وكده كلنا بقى نحمد ربنا على اللي احنا فيه، ونحمد ربنا على اللي موجود في بيتنا، ونقدر نعمله بطريقة مش عارفة الصحة بقى، المال، اي حاجة بتبقى مش متوفرة كده بنقضيها بحاجة تانية. في غيرنا عايش على المية والملح ومش لاقيين الطعام. اللهم ارزقكم من حيث لا يحتسبوا، واشوفكم على خير.